السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديليس دو مريم. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا فطائر او ميني بيتزا كيجيو رائعين الصراحه، لذاذين زوينين. العجينه ديالهم كتجي رائعه قطنيه، كيجيو مفشفشين من الجوانب كما كتشوفوا. ديك التعليكه ديال لا موتزاريلا كتجي رائعه. ان شاء الله تجربوهم وانا متاكده انهم غادي يعجبوكم. اللي كيشوف القناه لاول مره او اللي كيشوفها وما دايرش اشتراك، الله يعطيكم الستر ديروا ابوني باش تشجعوني باش نستمر. واللي معايا في القناه خليوا لي اعجاب لايك فضلا، الله يعطيكم الستر. نبداو دابا في الوصفه ديال لي ميني بيتزا او الفطائر. عندنا 2 كؤوس ديال الماء اللي كيكون دافي، ماشي سخون، دافي. ونص كأس ديال الدقيق الابيض، معلقه ديال الخميره، ومعلقه ديال السكر. صافي، غادي نحركوا هاد المكونات هذه، غادي نخلطوها وغادي نغطيو عليها بالبلاستيك الغذائي، وغادي نخليوها كتختمر تقريبا واحد 10 ديال الدقائق حتى ل 15 دقيقه، حتى كتفاعل هذيك الخميره على حساب الجو ديالكم. صافي، هنا كي قلت لكم غادي نغطيها وغادي نخليها حتى من بعد. في الكماله ديال الخليط تقريبا انا هزت ليا 5 ديال الكؤوس ديال الدقيق. صافي، هنا الخميره تفاعلات، غادي نضيف نصف كاس ديال الزيت. هنا درت زيت الزيتون، تقدروا ديروا الزيت العاديه. وغادي ندير بيضه واحده. البيضه تقدروا تبدلوها بجوج معالق كبار ديال الحليب بودره. اللي ما بغاش يدير البيض يقدر يدير 2 معالق ديال الحليب بودره. صافي، غادي ندير المليحه، البيضه، وغادي نضيف كاس ديال الدقيق، 2 كيسان ديال الدقيق الاولين. وغادي نبقى كنخلط في هذا الخليط. المهم العجينه بغيناها تكون خفيفه بزاف، ما غاديش تكون ثقيله نهائيا. هنا دابا ضفت 2 كيسان زائد نص كاس الاول، يعني 2 كؤوس ونصف. غادي نضيف عاوتاني 2 كؤوس واحده اخرى، وواحد الكاس اخر غادي نضيفه تدريجيا، يعني حتى نوصل لهذاك القوام اللي بغيت ديال العجينه. صافي، هنا ضفت الكاس الثالث، غادي نضيف الرابع كما كتشوفوا. ها هي بدات كتقبض راسها. هنا غادي نديرها في العجانه تعجن، وغادي نبدا كنضيف الدقيق تدريجيا. تقريبا ضفت هذاك الكاس الخامس. صافي فقط، يعني في المجموع هزت ليا 5 ديال الكؤوس ونصف. صافي، هنا العجينه ديالي ها هي تعجنات كي بغيتها. ضفت كيس من خميره الحلويات، شويه ديال الزعتر، وغادي نضيف معلقه ديال الخل كبيره. غادي نخلط هاد الخل مع الخميره غير واحد 2 دقائق. صافي، وغادي نحيدهم. غادي نحيد هاد العجينه ديالي، غادي نخليها في العجانه، وغادي نغطيها. غادي نخليها، هانتوما شوفوا معايا كيفاش كتجي كتلتصق في اليدين، وهادشي اللي بغينا، ما خصهاش تكون قاصحه. صافي، غادي نخليها حتى تخمر وتضاعف الحجم ديالها. عاد غادي ندوزو باش نشكلوها ان شاء الله. هنا في هذه الاثناء هذه الخميره العجينه كتختمر، خديت الفلافل الالوان، درت لها شويه ديال الزيت ومليحه وغادي نشحرها. كيما عندي واحد البصله كبيره حتى هي قطعتها شرائح. بالنسبه للعماره ديال هاد الفطائر ولا البيتزا غادي ديروا اللي بغيتو، اللي كيرقكم. ديروا شامبينيون، ديروا اللي بغيتو، الكفته ديروا، غير لاصوص طوماط مع الفرomاج، يعني كل واحد واش كيبغي يدير. صافي، هنا العجينه ديالي ها هي دهنت يدي بالزيت في الاول باش نتمكن منها، نقدر نهزها. صافي، رشيت سطح العمل بالدقيق، غادي نجمعها غير شويه بحال هكا كما كتشوفوا، وغادي نبدا كنشكرها كرات صغيره. هنا على حسب كل واحد قداش بغاهم، هما من الافضل ديروا الكرات هكا متوسطين، حيت غادي تشوفوا كيفاش غادي نخدموهم. واللي بغى يجوه قد يستعن بالميزان. انا درت عيني ميزاني. صافي، كنستمروا بحال هكا كناخذ نديروا كويرات حتى كنكملوا الكميه كلها اللي عندنا. اللي ما دارش اعجاب انا كنفكروا يخلي داك الصبيع، ما فيها باس. صافي، هنا غادي نبدا ناخذ الكرات ديالي، غادي نضغط عليها بحال غادي نكرسها، وغادي ندوز بالدلاك. غادي نبدا كنسرح غير الجوانب، يعني الوسط غير في الاول يعني في الاول اللي درت عليه واحد دوزه بالدلاك.
من بعد بديت كنطلق غير في هذوك الجنيبات، يعني الوسط ما كنقيسوش باش يبقى الوسط شويه غليظ على الجناب. ها هو الفيديو راه باين كتعذب هي شويه، ضروري ترشوا سطح العمل بالدقيق مزيان مزيان لان كتلتصق العجينه جاريه، ولكن النتيجه ديالها كتجي زوينه. هنا عندي الموتزاريلا اللي محكوكه، غادي نديرها في الجوانب، غادي ندير بحال دائره. اللي ما عندوش الموتزاريلا يقدر يدير الفرomاج مثلث او لا المربع، تشدوه ديروه طحنوه واحد شويه في الهاشوار، يعني حتى يرجع لكم كريمي، وديري ليه شويه ديال الزعتر ولا شويه اللي ولا تخليوه غير هكذاك، وغادي ديروه في واحد الكيس غذائي ولا واحد البوش، وغادي دوزوه هكا بحال واحد دائره صافي وتسدوا عليه. حتى هذه كنديرها وكيجي حتى هو زوين بزاف. يعني ماشي ضروري الموتزاريلا، كيما تقدروا ديروا دوك الطريفات ديال الفرماج ديال الساندويتش، يعني كل واحد على حسب المتوفر. حنا من القليل، حنا معروفين اننا من حاجه قليله كنقدروا نديروا حاجه زوينه باش نفرحوا وليداتنا. ماشي ضروري خص تكون الموتزاريلا عاد نديروا هاد الشكل هذا، غير بالجبن العادي، اي نوع ديال الجبن غادي تميكسيوه، غادي تدوروه عليها وغادي تسدوا، يعني غادي بحال اللي كدوروا واحد الكريمه ومن بعد غادي تسدوا هذوك الجوانب. كي كتشوفوا معايا راه الوسط خصو يبقى غليظ شويه على الجوانب، يعني غتبقاو نتوما كتسرحوا غير في الجناب. صافي كنضيفوا الموتزاريلا، كنبقى كنجر هذيك العجينه وكنسد وكنعاود ندفع بيديا باش نخلي الوسط يبقى ليا واحد البلاصه لا باس بها في الوسط فين ندير الحشوه ديالي، باش ماشي ناكلو عاوتاني غير العجينه والفرماج وما ناكلوش ضروري شويه ديال الدا. صافي كنستمر بحال هكذا حتى كنكمل هذوك الكونتيتي اللي عندي كلها. كما كتشوفوا راه خرجت كميه كثيره، تقريبا خرجت ليا 25 وحده. صافي هنا بالنسبه نبداو نعمرو. هنا عندي خديت طماطم، انا كنشري هذه، ها هي الطماطم ديال كتباع في ليدل كما كتباع في جميع في كاع البلايص. ما كنطيبهاش، صلصه ديال الطماطم كنديرها مباشره في الزلافه، كندير عليها مليحه وشويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الزعتر ولا الاحبار، دوك الاعشاب المنسمه. صافي وكنخلط داكشي، وهي باش كندير البيتزا. يعني ما كنطيبش لاصوص ديال البيتزا، ما كنطيبهاش عاد كنخدم بها لان غادا في الفرن وهي ديجا طايبه ما كاينلاش. هنا كندير البصله، كندير الفلافل الالوان، كنحاول ندير من كل لوين شويه وكنقادو. المهم كل واحد كيدير داكشي اللي بغا. بغيتو ديروا شامبينيون، بغيتو ديروا الزيتون الخضر، بغيتو ديروا كي قلت لكم غير لاصوص والفرماج، اي حاجه غادي ديروها وغادي تجي سهله. انا حتى الاخر لحظه عاد كنديرهم الفطور، حتى دخلت من برا عاد عجنتهم عاد درتهم دغيا كيوجدوا، ما كياخذوش الوقت. وخصوصا اللي بغيت نقول لكم هو الفران خصو يكون ساخن. البيتزا راه الا بغيتوها تجيكم زوينه راه ما خاصهاش تبقى بزاف في الفران، هي ديما كتدخل في الفران كتكون خامره وكتدخل في الفران اللي كيكون سخون بزاف بزاف وكتخرج دغيا، يعني ما كتبقاش بزاف في الفران سينو كتقساح. هنا عندي بيضه وحده خلطتها مع شويه ديال الحليب وغادي ندهنوا هذوك الجنيبات ديال هاد الفطائر. ما بغيتوش دهنوهم غادي ديروا ليهم حتى هما غير ترشوا بهذيك الشتاء غادي ديروا لاصوص طوماط ودهنوهم بلاصوص وديروا عليهم حتى هما الجبن. ولكن بهذه الطريقه كيجي الشكل ديالهم زوين، كيجيو محدقين هكا في الشكل ديالهم. صافي هنا غادي ندير شويه الموتزاريلا، غادي ندير شويه ديال داك الفرماج الاحمر وغادي ندخلهم للفرن كي قلت لكم ساخن. هنا هبه هي راه كتعاونني، شوفي مدابزين انا وياها، يديها من هنا ويدي من هنا، ضروري هي تعاون دير شي حاجه. صافي في هذه الاثناء غادي ندخلهم الفرن. ها هما فاش خرجوا. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم وبسلامه عليكم. كنتمنى انها تكون راقتكم، وكنتمنى انكم تكونوا خليتوا لي لايك واشتركتوا في القناه. وبسلامه عليكم، فيديو قادم ان شاء الله.